يجب أن نتبرأ من فرعون، وزيارة المتحف يجب أن تكون للاتعاظ لا للافتخار. مقطع تسبب باعتقال الداعية المصري الشهير الشيخ مصطفى العدوي بعد حديثه عن المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه مؤخرا. يا أهل مصر، إذا كنتم تصنعون متحفا يجمع آثار فرعون فليدخل الداخل على سبيل الادكار والاتعاظ، على سبيل الافتخار. الإعلام المصري وجه انتقادات لاذعة لتصريحات الشيخ العدوي، لتتحرك بعدها النيابة العامة حيث داهمت قوة أمنية منزل فضيلة الشيخ واعتقلته وصادرت أجهزة التصوير من مكتبه، إضافة إلى إغلاق جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. يخشى على شخص مسلم أن يتلوث قلبه بمحبة فرعون وآله. تم إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة قدرها 10,000 جنيه، وذلك عقب عرضه على النيابة العامة بمجمع محاكم المنصورة. لكن مهما اعتقلوا صوت الشيخ العدوي فلن يعتقلوا الحقيقة ولن يسكتوا كلمة الله. فقد أثبت الحق مرة أخرى أن بإمكان كلمة واحدة منه أن تزلزل أركان عروش الباطل وتقض مضجعها. أبرأ إلى الله تعالى من الفراعنة، أبرأ إلى الله تعالى من الفراعنة، أبرأ إلى الله تعالى من آل فرعون أهل الكفر والضلال الذين قال الله في شأنهم وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، الذين قال الله في شأنهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.